مسؤول كلية الهندسة الحيوية الوراثية في جامعة موسكو فلاديمير سكولاتشوف. لقد أعربنا عن هذه الفكرة منذ عام 1972، ولكن صيغة مقاومة الهرم هذه لم تكتب على الورق إلا في عام 2005. بناء على رواية الأكاديمي سكولاتشوف، يعتبر الأكسجين مهما بدا الأمر غريبا واحدا من قتلة جسمنا. يجري على مر السنين إفراط في تشبع خلايا الجسم بأشكال الأكسجين النشيطة، وهذا ما يؤدي إلى أكسدتها ومن ثم إلى موتها. جسمنا يولد سموما، ويتكون أحد أخطر هذه السموم في قلب كل خلية من خلايانا في المتقدرات. ها هي، إنها تزودنا بالطاقة من جهة، ومن جهة أخرى تقتلنا ببطء، وكلما تقدمنا في السن ازداد تراكم السم. استنتج أبو مكسيم الأكاديمي سكولاتشوف أن الخلايا لا تبدأ بالهرم مصادفة، وبناء على رواية سكولاتشوف بعد ولادة الإنسان مباشرة يندرج برنامج بيولوجي جديد، برنامج التدمير الذاتي لكل الجسم. إنه برنامج الهرم، وإذا كان هذا برنامجنا فيمكن إيقافه شأن أي برنامج آخر، وعندئذ لا تتطور أمراض الهرم ولا النشيخ. هذه لقطات فريدة تم الحصول عليها بواسطة ميكروسكوب رقمي تكشف طبيعة الموت. الدقيقة الثانية من تسجيل الفيديو. يبدو هنا كيف تشتعل إحدى الخلايا، إنها تموت وتبدأ على نحو متسلسل بإبادة كل الخلايا الواقعة بقربها. في هذه التجربة تعطى إشارة الموت إلى الخلايا المجاورة. لقد ماتت إحدى الخلايا لتوها، ولم تفعل هذا مصادفة، وإنما بصورة مبرمجة، ثم تنتقل إشارة الموت إلى كل قطاع الخلايا. مراقبة هذا بأم العين أمر مريع، ولكنه طريف للغاية.